أنجلو مش طالب عادي، ده بيحسب وقته بالمللي زي الساعة السويسرية، شعاره الوصول بدري دقيقة يعني دقيقة مدرسة زيادة، وده مستحيل يحصل. بس اليوم ده كان مختلف لأن تريسي وصلت المدرسة والمصيبة إنها تبقى بنت أخت مستر فوت. وطبعا عشان هي قريبة المستر عينها مراقبة الطرق فورا، وده سلطة تدي مخالفات لأي حد. تريسي عاشت الدور وقالت لأنجلو: أنا الحكومة الجديدة هنا، وبدأت تفرض سيطرتها على المدرسة. أنجلو كان بيمشي بسرعة عشان يلحق، وقفته قالت له مخالفة مشي سريع ووقفت طريقه، ومن قمة الغلاسة قعدت تمثل إنها مش لقيت القلم وتضيع وقت عمدا عشان الجرس يضرب وهو واقف. طبعا اتأخر، ومستر فوت صدق بنت أخته واداله الإنذار الأول وقال له فاضلك غلطتين وتطرد بره المدرسة. تريسي مسكتش على كده، راحت للولا وعملت نفسها مسكينة عشان تخلي لولا تعمل بحث العلوم كله لوحدها. وكل شوية تطلب طلبات زيادة وتقول لولا معلش ارسمي الخريطة كمان، ولولا يا عيني مصدقة. أنجلو قرر يتذاكى ودخل فتحات التكييف عشان يهرب، بس عمل صوت عالي وتريسي سمعته وعرفت مكانه. تريسي الخبيثة جابت التكييف على أسرع حاجة، التكييف اشتغل فريزر وأنجلو اتجمد مكانه، ومسكتش على كده راحت شايلة الساقع وحطت سخن في الحرارة عليه نار، وأنجلو بقى بيسيح زي الجبنة. أنجلو دخل الفصل متأخر تاني، ومستر فوت اداله الإنذار التاني وقال له المرة الجاية مفيش رحمة، هتلبس الاحتجاز السري المزدوج. لولا راحت تواجه تريسي، واكتشفت ان تريسي مسلمه باحث قديم اصلا، يعني كانت بتستغفلها طول الوقت. أنجلو جاب آخره وقرر يخترع زحلقة المناجنيق يطيره بالسكيت بورد بسرعة الضوء عشان يعدي من غير ما تتمسك. تريسي المفتزية جهزت بوابة حديد تقيلة ناوية تنزلها قدامه عشان يلبس في الحيط. انجلو انطلق بالصاروخ، وتريسي شد الحبل عشان تنزل البوابه وتفرمه. لولا شافت الغدر وصرخت أنجلو حاسب، ولحقته في آخر جزء من الثانية. أنجلو اتزحلق من تحت البوابة بمهارة، ووصل الفصل سليم في ميعاده بالضبط. تريسي اتحسرت وأنجلو بصلها بص وانتصار، بس الحرب بينهم لسه ما خلصتش.